شلام عموخن خزيانا ميقرا كل دوكت ايتون ارخى تخلقت اديوم من خرزة سوادة ديلانايا الى غذا بصيتا او باصيتا سويسريتا الى مديلنتا بعيتاثا مدن خياثا بقعو مشخلبه كد منطقة الى خمنيانا من كثاوة بوصاية بحوث ودراسة دراسات بدنا عيتاثا مدن خياثا اخ عيتا هندويثا ارثوذكسيثا عيتا ارنيثا شليخيثا عيتا سورييثا ارثوذكسيثا عيتا قبطيثا ارثوذكسيثا وراد خاب عيتا اثيوبيثا ارثوذكسيثا واب منطقة خكثاوة بياشلة ترجمة اللي شانا أربايا على ايتا مدنخا اثوراي تشعيثو وجغرافيوثا ديو ارخن اديوم خزيان الخبيوة الى بصيتا سويسريثا من اثرد سويسرا ميقارتا كريستين شايو. Welcome in this interview and a special dialogue at Assyrian Iraqi channel. Thank you for the invitation. اب خزيانا ميقرا هيرتن بترجمتها من لشانا انجلسنايا قال لشانا سوريايا وبهبكا وبالعكس بهاوي عمان غذا مترجمنتا اتيلا عليمتا ميقرتا زيوا قشيشة ايشاي داوث كل قارم قبل الخبشانة زستا بسيمة رابا رابي رابا بشينا بيو خوب كل برجانة خرزة رابا بشينا قداها تفقت ديلانيثا ميقرتا كريستين شايو بويا أرختا ميقروثخ بويا لشانا وناتا ديا بسيمة مخوبن شورايا مضية أرختا ميقرتا يذاع رشمايا إعلام رسمي اتأثرت عراق إلى شبكة يذاع عراقايا شبكة الإعلام العراقي. So the official TV of Republic of Iraq is known as the Iraqi Medianet. وأي ثريثة أي قناة عراقيثة سورييثة إلى خسامة خجزء من دوا. And this Assyrian channel, this Assyrian Iraqi channel is part of the Iraqi Medianet. برشتة لقى عمان مشيخايا كلدايا سوريا أثرايا. Which is for our Christian people, Christian, Assyrian, Chaldean and also كل عراقايا. Syriac and for all Iraqis. الشارخ الأول سوادا مخا بقارة إلى أنقايا يعني ضروري وإلى عياذا يعني ممكن هذا تقليدي إنه درجتا أكاديميثا أرختا ميقرتا مودي وتخصص ديو. So we will start this conversation with the most important question, which is about your academic specialization. What have you studied? What have you done in your academic studies? Well, when I was very young, that is many years ago, I studied in Geneva University literature and history of art. Okay. And only later I began this interest for the Oriental churches of the Middle East. And this is now my main work. It has been my main work for the last 30 years to write especially about the so-called Oriental Orthodox churches. شو رايك دي ورابا صورة شوريتها لقراية جو جامعة جنيف جو سويسرا وشوريتها وقراية أدب ولغة وخارطة برها دغبرت جوروسلا بخا دانا برخا دانا شوري لا اهتمام ديو جو دراسات كنسية جو لاهوت. So the so-called Oriental Orthodox churches are the Coptic Church in Egypt, the Ethiopian Church, the Syrian Orthodox and the Armenian Church. وشورينا متخصصة جو لاهوت الكنائس الأرمنيثا وقبطيثا وأثيوبيثا سورييثا أرثوذكسيثا أنا بالضاين يعني. So I have written about their history and their spiritual life. وكتوتا لباس التاريخ وباس روخانايات يعني اتلا قدية درشتا قدنا دراسات اتلا سهدوثا يعني من كلانيثا من كلية يعني أختشي سيامة يعني كثابة ووصاية. So he's asking if you have kind of certificate from these kind of studies or it's just your interest and your research that you have done? No, this was then a personal research about the Oriental churches. Okay, أنا إيوا بولخانا
بريشايد كانوا باس دنا إتاتا بس بدون because of course I have to read a lot in libraries, but my way is also to go and see the situations of these churches wherever they live in the Middle East or elsewhere in the world. أنا قريت على رابع مكتبات قريت على باست دنا إيتاتي قمت مشاريع وقتها إنا إتوالخ هدف إنه أزاول دنا شوبانة كله خضراوالو أنا شوبانة وخزياوة أنا شوبانة تلا أنا إيتات كثير يعني فيش قاو. I also make interviews with people of these different churches, so I'm also a journalist like you many times. وهر هذا أودا تبقياته بتناشد دنا إتاتا هذا ماري أباي إلى مخ صحفية أباي يغدير صحفية. تنيقارة. And when I quote these Christians, I want that they will speak about themselves because nobody can speak better about them than themselves. وخشاوة لأنه اي هديه همزمه بتلشان تناشخينا يعني تي كتوالو انا كتواني همزمه باس تناشخينا باس ايتاتا خينا بس خشوا قرك ناشدن ايتاتا بقانو شاري همزومه باس تقانو لانه خشاوله لتخنا شبصبي منه قد كاتو تشعيته تقانو يعني باس ايتا تقانو ابو الى رابا شراره وسزغوره وخ عمو يعني yeah and he is also agreeing with your point because of view. You see in the West we don't know much about these ancient churches. Often it is forgotten that Christianity was born here in the Middle East. ماري لاغو دول الغرب رابلت له معلومات يعني رابليه دي باست ايتاتت اخا ايتاتت شرق وماري لا رابله مهم قد كل دنيا دا باس دنا ايتاته لانه اي لا شاريتا هيمانوتا اخلا شوريتا هيمانوتا بشي خاينوتا. If we take the case of the Church of the East, they are mentioned, if we can say, at the time of Pentecost. ان شقلخ شارخ شقلخ اي جزء ايت ديان ايت مدن خد اطورايه بخازق انه اي لا شوريتها من دانت بنتقسطه because they speak sorry بأورا جودنا دي لياثا إتاثا مرة تفاصيل هذه بمزم غباسة. Yeah, we will come to these details later on. أخ شقم دانا يعني أخ مدخل معلتا أمرخلا سؤالا يعني لخ سؤال إلى وخشون تاوي سوادا بسيمة بودية قمودي بسقلة يعني شقلة قطيتها أنه درجته هو يبوت عيتاثا مدن خياثا السبب. He's asking what was your motivation to start searching and also writing about the Eastern churches? Well, because I think our churches in the West are becoming very westernized and very modern, but I was interested to study the early church traditions because they are so rich in spirituality. بغزاي لأنه من سبب تاتت دول الغرب هدية رابا ويانا رابنا خدته رابنا جواجة من خدايوت ادقو دنيا مشان ربا أمرخ لحداثة معاصرة بالضبط حداثة فآي رابا بش إتلا اهتمام بالتقاليد الروحية إتوا جو دنا مناطق وجو ديا إيتا عتاثة مدن خياثة يعني روخانا يوثو أب طغسة يعني طغسة مؤامري لبلشانا إنجلسنايا أخت منهرا بشورايا أنهم يقروثا بصيثا كريستين شايو من بقتلة خمنيانا من كثابة من بوصاية من دراشة بوتعيتاثة مدن خياثة أصدرت عدة كتب عن الكنائس المشرقية هم زمولا قلي البدن كثابة وخمنا إلى أول كثاوة عيتت مدن خط أثراية تشعيثة وجغرافيوثة دية. As he said that you have published books about the Eastern Church, and one of these books is the one that we have here. So maybe you would like to say a few things about this book. جوانا إثقاميتا بيا أبود كتابة خينة وبصرادخ بدوا يعني. So if you want to speak in general about the books that you have already published, then we can specify and to talk about this book. So as you like. Well, as I said, my first books concentrate on the Oriental Orthodox churches. كتاواني قاما يديو إيوا تركيز ديو إيوا الإيتا Oriental
Orthodox. إيتا أرثوذكسيتا شرقية أورينتال. So we said Ethiopian, Coptic, Armenian, Syrian إثيوبية Orthodox. قبطية سيريان هندويثا سورييثا أرثوذكسيثا أنا مقارنه يعني بدوك ثاوة. But you see, we always tend to forget about the Church of the East. بس كنت جاي هاوي من شيطات ما تخرج باس إتد مدنخة أو إتد آتوراية. And this is a very ancient and apostolic church. وأي إلى خاعتها شليخيتها مدنخيتها. هذا خيلة. And so, as Sebastian Brock explains in his preface of my book, ومخت خا كاتب إلى سباستيان بروك متخرة له باس جو مقدمة داها كتابة. he's a great specialist of Syriac studies, professor in Oxford in England. إلى بروفيسور جو جامعة أكسفورد جو إنجلند متخصص إلى جو عتاثة مدن خياثة. Yes. Well, the first book written about the history of the church was written in the 4th century. كتابة قمايت بيشة وقتيوا باست اتاثت منخة يوقتيوا جو دارت أربا. By Eusebius of Caesarea. Eusebius القيصري. Yes. And so he did not mention the Christians in the Persian or Parthian Empire. ولوا وقدوا وقتها ولوا متخرى باس إمبراطورية الفارسية لوا متخرى باس سورايا جو إمبراطورية الفارسية. Most probably because these Christians were living beyond the borders of the Byzantine Empire. سبب أننا شيء خيي وبار حدود الدولة البيزنطينية. And so, unfortunately, this kind of model was followed by other historians in the next centuries. وهر هذا أنا ناشتي تيلو كتوي وتشعيتها باردة وكتوانا هر هذا بشلو لما تخورة بس الدنا ناشة. But as just I mentioned before, we speak of the Christians of the Parthian or Persian Empire in the Acts of the Apostles, number 2, verse 2. بس أخت يدخ أنه متخرنا بس سورايا الدنا شوبانة بلاد فارس متخرنا جو أعمال الرسل. Because we speak of the Medes and of Elamites. سببهم زمن بس Media and Elam, which are two regions of Persia, that is of Iran today. ترى مناطق بلاد فارس هدي تابعة إيران. And these people were present in Jerusalem at the time of Pentecost. وأنا ناشح ديرة وجو بيشة وجو فلسطين جو أورشليم خلطة جو أورشليم دانت بنتقسطة. So this is why, because people don't pay attention to these geographical names, you know. قهذا مهمة لتمتخرق سبب ناشط قمتها لا أودي واهتمام بدنا تفاصيل جغرافية. And they, at the time of Pentecost, they speak also of the people coming from the region of Mesopotamia. وهرب دانت منطقة قسطة متخرنا باست ناشتي وإتيا من بلاد ما بين النهرين. So it is clear that there were people coming from the eastern part of Palestine. قهذا رابع واضح إلى أنه إتوا ناشئ إتيا من شرق فلسطين تيوا إتيا من بلاد ما بين النهرين. So I think we must not forget these early Christians. بخشاوي لأنه ليه هو يمن شيخلو أن ناشئ أن سورايا رابطيقة ينقمتي وهي سورايا. And this is why I decided to write this book. قهذا تخمنا أنه تكتوا أو كتابة قد متخرالو كله أنا ناشئ مهيمنة تيوا دارقة معي. كل خانة رابطة وهو يبسنتها الله. Yeah, he is thanking you for the and great work. Also they have a fantastic history. يعني اتلوخا تشعيتا رابا شبرتا. Because not only they were the first Christians in India on the western coast.
سبب لوا لبس ديوا ان قما ان مشيخايا قمايا جو هند. Because the history of the Church of the East is a fantastic history. سبب تشعيتا ات الشرق او ات الديانت مدنخا الى رابا برشتا وروختا. Not only did they go to India since the beginning of Christianity, لبس خشلو هالهند بشاريتا هيمانوتا بشاريتا مشيخايوتا. with the coming of the Apostle Thomas, according to the tradition, the church tradition. تيوا بوت شليخة توما تخشوا على هالهند. And going to India, they were crossing what is called today the Persian Gulf. وقد ما طيوا الهند قرق بيديوا من أنا أرعافت بيت نهرين وبرقاقة ربايا خليج عربي جزيرة وإيران بلاد فارس. Yes, but we know that on the side of Arabia and the Emirates of today, they had bishops, they had churches, they had monasteries. وهل هذا خابالة من الجزيرة العربية هدية اتلان إمارات وسعودية وأنا شوبانة اتوالن أبرشيات واتوالن إيتاتة واتوالن مونستري ديرة. يلخ أنا بين أمر خمندي ميقارت زيوا وما ضيت لقى رختا يعني أي ليلة أمرخ ليلة مقاطعة الهمزمته بس خرزا إلى سوادة دايالوج يعني بس مرة أي ملاحظة قديو. He's saying that the interview should be dialogue, so we will be asking and answering. يعني خمزيت أمرخ معيرانو ملاحظة بين أمرنا أنه توماس لي خطيوة خمن ترسل تلميذه بأرخق هند. Yeah, Thomas the Apostle, which was one of the 12 apostles, when he went to India, تيل الأثرد بيت نهرين he came to Mesopotamia. مكرزيلة وتناشم هم نيلة يعني أخت أمري مصادر. He was given some missionary drives here. بيشتغل شو تقامة ثق أمرخلا كوخة. Then he established the first church in the region, which was in south of Baghdad. Yeah, south of Baghdad. Well, I have the information that he came from Mesopotamia and went to India. We are not very sure of the way he took. Okay. But what is important is that he arrived in India and he was teaching, especially on the south coast of India, which is called Malabar today. Okay. ما رأى أنه إتلا معلومات أنه خيشوا من أورشليم أو من فلسطين خيشوا بلاد ما بين النهرين وخرطة من تامقة هند بس إتلا مش متأكدة منه أنه ويا جو هند ويدا حملات تبشيرية جو هند جو ملاور شوف السرق ده وبركية رابس باي داير خيجي ختم زمخ بود ده كثا وأخش برخمن يختا كريثا. خزيانا ميقرب واقع عم خمن يختا كريثا ومدري بالدارخ عموخن. مدري ديارخ عموخن خزيانا ميقرا وآها خلقتا خرزت سوادة دي لنايا كدا عمن إلى غدا الرختا يقارتا هاي تيلا بصيتا أو باصيتا سويسريتا كريستين شايو تيلا مديلانتا بعيتاثا مدن خياثا وتلا خمنيانا من سيماثا انكثاوي انبوصاي انبراشي مدري ديارخ تمام تداها السواذا أرختن ميقرتا ملولة وهمزومة وقمن يختا بود نطيثن شخايث الهند والمخوبة تمام ما بثرادخ. So if you want to continue because you arrived to the missionaries drives in India, then if you would like to continue with that part. So in fact, the very important missionary activity was in Central Asia and along the Silk Road until China. مارلا ان حملات تبشيريه بش مهمت ويا وايواغو اسيا الوسطى عن طريق الحرير تي امري لهديه ومطينا هالصين. And they reached China in the 7th century. ومطيا للصين جو دارت شوا.
and they were very well received by the Emperor of China. ورابع وإمبراطورة الصين رابع وبخا لببتيخا قبل أن حملات تبشيرية. He even gave them money to build a monastery in the capital city. وقم يولوا له هذا غزوزة قد بانوا ديرة جو مديتا رشمتا أو جو عاصمة أرشخيثة. And we have proofs for this history through the texts. أو إتلي إثباتات الدوا تاريخ عن طريق النصوص. So, and we have even archaeological evidence. أو إتن هل هذا شواهد أثرية. Because we found graves and other stones. خكمة مختمرخ مقابر أو أضرحة بيشان خزية. With inscriptions. كتيوة له بتنقوش. In Syriac. بتسورة. But also in other languages like Sogdian and Chinese. أو هل هذا بلشان خينا مخ صوتيان and Chinese. وصينية. أبانا مزيد خمندي من يذعاث من قرياثة دي إتوالا أخعيتت مدنخا بطريركا مغولايا من منغوليا ماريو والها. And he is adding that based on our history, the history of our church, we had one of the patriarchs which was from China. Mongolia. Yuvala. Mar Yes, absolutely. Yeah. Because he could be a good ambassador because the Mongol were all powerful in Asia. So he could speak their language. And being at the head of the Church of the East, of course, he knew several languages and he knew their customs and culture. So he was the ideal patriarch for that time. ويا والبطريرك المثالي الديدانا لأنه يهمزمه لشان الدناشة وأي إمبراطورية رابع وخيل أنت بديدانا وإتوالي تقاليد دي ولشانه فرابع وخاناشا مختيم رخ الشخص المناسب في المكان المناسب. رابدوس. درخل دوك ساوان. So we will go back to the book. رابيثا يعني أنا خيو من قم ديت باق طويلة برصد ما طيلي. So he received this book yesterday. Oh. Only yesterday. جرب لي بجلدوثة. So he tried to review few things in the book. ترى ملاحظات اتلي الله. He has 2 notes. يذعاث معلومات تقاوى إلى رابة قطينة يعني دقيقة. So the details and the information in the book are very detailed. وأمدخينا أن كل إنا مبوعة مصادر يعني جاي قمثا زاي خكثاوة هدخا من يانا طاربة مبوعة مصادر. Yeah, and he's saying that the list of references is very rich and very you have so many references in this book. فكمالك تشختا. So he's saying that of course that he thinks that you تشختا يوتدان I studied carefully. Yeah, you put a lot of من دانو من مصيتو. a lot of your time and a lot of your قام باقت الدوك سوا. قام Yes. باقت الدوك سوا. يا باقد مبايا مخكة بدية. So if you would like to say anything about the book. Well, of course I tried to give, it's an introduction because of course there are other books about the Church of the East. This it's for people who know nothing about the Church of the East. ماري لأنه وقت هوا إلى رابا بسيط وخمقدمة لقى دناش تلاقي دي إيش من دباسة آتت مدنخا. And as you said, the long bibliography is for the people who are curious to know more the Church of the East. وأي لستة مصادر تقتلت إلى رابا قرتا إلى قدناشة يدي إنه إترابا مصادر باست آتت مدنخا. رابا صباي. قدية استخبرت ميقروثو قا أفرا بريشايث أربل ونهضرة دهوك. In your visit to the country and precisely to here Erbil and to Duhok as well. أخ أثيريث العراقية السورييثا. And as the national Iraqi Syriac TV. أخ نيويلن جو خرزت مقروت الدوك ثاوى. So we have been in the event of a releasing of your book. وأبقوا مطيوثة محاضرة بشلا مقروتة جو بيت صوبة محاضرة دهوك. As well as the lecture that was given by you in the in University of Duhok.
وأول إيوا أختي أمر خا شلامت إقارة قم يقروثو قا دايا يصيبو ثديو قدا واهتمام ديو إيوا التحية يعني قديو. And this was a kind of appreciation for you for your work for our church. مخوبة لأمر خمندي. Would you like to say anything? Well, I want to underline again the importance of the Church of the East in the church history in general. بيدا رخا خيتا وأكدا أن القايوثة اتت مدنخا جو ميدل إيست جو شرق الأوسط منطقة الشرق الأوسط. Because in the Middle Ages, it was the largest church in the world. لأنه جو عصور وسطى إيوا إتا بوش قرطة جو كل الدنيا. Because it was present from the Mediterranean Sea as until China and India. لأنه أتوا على حضور من منطقة البحر المتوسط وهل هند وصين. هند وصين وتشاينا, yeah, absolutely. And these missionary were monks, most of them. وأنا حملات تبشيرية رابا منه ويا بت رهبانة وتيودي والو. They were just following the traders on the Silk Road. وأنا يازيوا من التجار طريقة حرير تمرنتي وطريقة حريرتي لشمة هدية فمن الدنا تجار يازيوا حملات تبشيرية. They were just carrying the gospel to preach the gospel. بس يهاوي منه كتابة قديشة تي مقرأ وبشريوا بكتابة قديشة. And the Church of the East has also experienced several times in history many difficulties. وهل هذا أي إتا غزيته لرابة من عقويات دخ أمرخ خلال التاريخ. So I think it's a miracle that this church is still alive today. وبخشاوة لأنه أجيبوته لأنه هلدية إتن بشتلا موجودة مخت أمرخ وإتلا حضور. And I think it was so good that the Patriarchate seat was put again in Erbil here in Iraq in 2014. وبخشاوة لأنه رابع نلقيته لأنه كرسي باتريركايا بوشتا خاقة خيتا شنيا لخا العراق الأربل. Because the head of the church came back to the land of the ancestors. Yeah. لأنه ريشد إيتا ضرة الأطرة شاريتا أو أطرة Especially it was a time which was very difficult for the Christians. خصوصا تي وخدنا رابا زامت قام شيخاية. So I think it was very courageous to come back. بخشاوة لأنه رابا وخا عمل مختمر بطولي ينخا أي در الأطرة. Because of course they need their father, they need their spiritual father to support them here in the Middle East especially. بخشاوة لأنهم شيخاية لخا سنيقة الأب الروحي ديو ادهاوي أخا بيناتو. And Erbil has been at one time the seat of the Patriarchate of the Church of the East. وهل هذا سبب أربيل ويتا لقمدانا شوبات كرسيا باتريركايا اتأتت مدنخا. خدياو حدياب. Today, of course, you still have faithful of the Church of the East in different countries of the Middle East, especially in Iraq, in Syria, in Lebanon, and also in Iran. وهلا دي اتلن اتت مدنخا جو شوبانا خينا جو منطقة الشرق الأوسط مخ عراق سوريا تركيا. Not Turkey. Not Turkey. No, Iran. Iran. Yes. And you have communities with bishops in the United States, Canada, Europe, and Australia. وهلا دخلت لن كنوشيا جو دول الغرب مخت أمرخ مخ كندا مخ أمريكا مخ أستراليا أو اتلن أبرشيات مخت أمرخ واتلن أبسقوبة جو كلنا شوبانا. And I think it's not easy to organize a church which is so spread all around the world. ومختي خزي أنه ليلة رابا سناي تكبرتت إيتات إتلا رابا إتواتة شوبانا خينا جو دنيا تلا برستا جو كل دنيا. And it requires a lot of organization. أو من دي يشاق الرابا من تكبرتها. And
We are so happy that the present Patriarch Mar Awa, who is, originally from the United States, is really doing his best now for this organization. وبغداد لأنه باتريركة إيتان مرأة رابا وادلة مختمرخ شولانة طاوة شولانة طاوة مخابطة وكل من دي قابت إيتان ومن أخا من أربل. And I think all other Christians and all other churches should help him, support him in every way possible. وبخشاوة لأنه كله مشيخاية وكله ناشم همنا جرك هيريله وشغلي بإيده قا دوا شولا أنقايتي لواده. راب صباح. أخنا قارختم يقارث بين منهرن بيد ميقروثخ أزستزيوا وأخواليثا يوذا عيثا ديا كواجب إعلامي انه كرسي بطريركا إلى أربل تعيتا تمدن خط أثرايا كدا إلى ملوءة داها السوادة ديلنايا إن هرد أنا اختيادخ اتلن خبع وخينا دعيتا مدن خيثا آيتي لعيتا اعتقد مدن خا كرسي بطريركا إلى بغداد. And he's mentioning that we have one of the patriarchal seats is here in Erbil, and not to forget about the other one that we have, the ancient church, which is in Baghdad. وهر هذا اتلن خا كرسي بطريركا يا طوثانوثي كاردينال بطريركا لويساكو تعيتا كلديثا بغداد أبن أيلة من عتاثة أرثوذكسياثة إلا إلى عتها كاثوليكيثة. We also have another patriarchal seat in Baghdad, which is the one of كاثوليكيثة لا لا أرثوذكسيثة of the Catholic Church بغداد in Baghdad. هدايا البوذ ديان همزمتد مرة بود رويخوثة يعني كما وربثة عيتت مدن خا قداري قماية ومن يانت هدامي دي اي ورابه لخ إلى خبقارة رابع أنقايا قدوا السوادة أمرت وعلا. So at the beginning you mentioned that the Church of the East was very spread, very powerful in the Middle Ages, we can say. So I think we will focus on that. Yeah, it was so important and it was so powerful. So we will focus on that part now. قدنا دار خرايا أمرخ يعني دارت إسري وإسري وخا. So in the 20th and 21st centuries, جغشة يعني اضطرابات سياسية وشيناية ويل مرابة قدنا أثرواثة اتمدنخا اضطرابات سياسية وأمنية بلاشة حروب. Yeah, so you know about the instability of the political situation and the discriminations against Christianity. يعني جو عراق تركيا إيران and the all Middle Eastern regions, سوريا Jordan, Lebanon, Syria, all these countries. وإثور ضبي اضطهادات أخسيفو البوتشمو خمسة And there were some kind of genocides, we can say, as Sefo in 1915, سميلة in 1933, وشاركة هالأديومي وما إلى آخره. To be continued. أول من دي معود لبلاطة دمشي خاية مدن خاية سفر كأفرواثة خيني بالشيناية وبريشايث معروة. Yeah, so this led the Christian people of this region to migrate to the west. وخينا برناشة مدن خاية قد خيقو خيك ما أفرواثة خيني خاثة يعني سنيقنا رابا كتش خرابة جهد قد مخامي هيمانوثا مدن خيثة إثوالو ين آدت ديها. So he believes that people from this region, when they go to the Western world, it's so difficult for them to keep their identity. هدية لنشوبانيقو أثرواثد معروة إن أمريكا إن يوروب إن أستراليا بنونة عيتت مدن خبشرا بينا بخكمة شوباني منت إنا بياشا جو دنا أثرواثد. So he's saying that the Christian community that we have in some foreign countries like US, Canada or Australia is more than the community that we have here in Iraq. داخي مخامخ داخي نطرخ إيثوث مشي خيث الوجود المسيحي تيلا بياشا إديو قدنا أثرواثة. So how can we keep the Christian, the Eastern Christian of the region in this region, and not to migrate to the West countries? I think this is the greatest challenge for all the churches of the Middle East. It is not specific for the Church of the East.
So this is why I was speaking of a good organization before. قهذا مزوع باس التنظيم الصحيح قائتها. So of course all these churches of the Middle East have organized bishoprics, parishes all around the world today. قهذا مختمرة أنه إتاتا كت إتا وتلا مخ أبرشيات أو وتلا مخ أبسقوبة تي أودي خدمت دنا ناشتينا بياشا. So of course they want to keep their tradition, especially in the liturgical life. قهذا وأنا قد جربي قد خامي الليتورجيا وتقاليد إتاتا. They try their best to keep their linguistic traditions. وهذا جاروبة لقد خامي اللشانة التقاليد اللغوية أمرخ They للشانة. organize of course Sunday schools. وهذا خي أودي مخ مدرسة The Sunday school. مدرسة يوم خوشبان. خوشبان تي مقري to teach their faith and the specific church tradition. قد مقري باست هيمانوتا وباست إتاتا. But of course, once they live outside the Middle East, they have many influences. بس اجتي ازي الشوبانه او ازي الدوليات مع روايه يحاولوا خدش تمرخ صعوبات. Because in the West, the Christians are less and less Christian. لان جو دول الغرب مشيخايه اخت امرخ خدشي بش خدش اتله هيمانوتا. So it's difficult to keep up the church life which they used to have in the Middle East. قهذا رابع أن لقيتها قد خامي هيمانوتة اتلو من أخا قد اكتازل تاما لا بصرة هيمانوتو هربشي خامي أي هيمانوتة اتلو. So I think they have to study their history, their church history, all their church traditions. قهذا بخشاوي لأن لقيتها لقد قاري أنا ناشتينا قد دنا أطراواته باس تشعيتا باس إيتا باس هيمانوتا. And this must be taught in a very spiritual way. وأي جارك بيشا مقريتا بخا طريقة روحية رابا. Because if it's only reading, it will not feed your soul and your heart. لأن هو بس قريتها لمسوية الروخا والسنيقوت دروخا. So there must be spiritual bishops and priests and deacons to teach the people outside in the Middle East also, but even more so outside the Middle East. قهذا أي أنا ما قريتها جرك بيشة يولتها بت أبسقوبة بت قاشة بت شماشة قويتا قناشة. So they must read, you know, the church fathers, their own church fathers, the writings of their church fathers. جرك قاري باست إيتها يما دخي أمري يعني. شرشة إيتا شرشة يميتها يميتها قاري باس التقاليد وباس إيتا. I think they must be explained in details also the texts of the prayers and liturgy. وجرك بيشي أنا كتويات نصوص إيتا ترجمة كل ناشة. Because these texts speak and explain about their faith. لأنه أن نصوص يهمزمي باست هيمانوتا تمشي. So it must not be learned by heart and to be automatically recited in church. قهذا له يا بس أخني له بخلو بيشخ أمرخلو بدون ما برميخ موديخ قراية موديخ أي قهذا جرك بيشي ترجمة وملبقة كله ناشة. رابا سباي أو كل من دي شرارة اللي رابا دوسيلا ويا بس مترابا ثانك يو. أو إيوه دورة إيتا وريشانة وعلانة إيتا. مودي بوت دورة يعني دور الشلطانة حكمة دني أثرواثقة خميث الدية إثوثة إتلام بياشا بمنطقة بإصدار قانون قد ياويلا زد قديا خاميلا قدني أثرواثقات إيوخ بنون الشرشاية يعني دورة حكمة. Okay. Now he is asking, he said that what you already mentioned is the rule of the church, how to keep the identity of Christianity. But what about the government? What about the people who serve in the government that can keep our rights and keep, as I said, our rights as original people of the region? You mean in the Middle East? In the Middle East.
Of course, there must be dialogue with the world in general and with the governments maybe in particular. جارك هاو مخ حوار جو كل الدنيا وجو جو أطرا بشكل خاص. So of course it is very important to have laws which will protect the rights of the minorities, of all the minorities, including the Christian minorities. جارك هاو خكمة قانون قد خامي الزدقة أقليات جو أطرا. And I think it's a mutual respect. The Christians respect the laws of the country, and hopefully the country has laws which will respect the minorities, including the Christians. وبخشاوة لا أو جارك هاو من ترى أطراف مخت أمرخ من ترى قبة قمايته من سورايا من مشيخاية أطرا، وهل هذا قد أودي احترام قوانين الدولة، وهل هذا دولة جارك خمية زد قد دنا ناشة. رابطس. مطايخ لختمت الداها السوادة بسيمة المخوبة لا أمر خمم لخرايا قد ختم بيه آهات وقتها. So you come to the end of this program today. So if you would like to add anything. Well, thank you very much for the invitation. I understand that it is the first time that you make a program with a translator. So I want to thank the translator. And I think it is good, again, for dialogue, you know, that you have different type of people of different countries and different continents. I hope that you will have such people in the future for other programs. قامت بشكارة لا لدي دعوة دوا خرزة ودتري مارة لا أخبر ميوالا منه إنه أي جاي قامت لتأتلخ أجخا أجنبيته جو حوار وهر هذا أتلخ خطر جمانة فبخشاوة لا إنه سنقته لقد دانات آتي هاوي الخرابة هدخا من دي يعني حوار من 12 بريشة لا بس من 12 أطرا. And there are not many foreigners maybe coming to Iraq today, so we are so privileged today to have the Zoom, you know, we can find other ways, even if people don't travel here. So I hope you can develop all these discussions. ماري لا بلكي ترابلت ناشة أجنبيتي آتي الأطرة هدية فلا مسخ أو دخلت حوار بس مسخ عن طريق الزوم هاولا مخ حوارات مفتوحة قد هاولا شقلت ويولتها من رابا ناشة. And I have been in Iraq before in 1990. I visited the whole country from Basra to Mosul. وتيتا العراق قوشيت ألفا وطشام وقطشي وخضرتها لك كله شو كانت العراق كله مدينة من بصرة. Yes, I visited Muslim and Christian important pilgrimage places. وخضرتها لشو كانت مشيخاية أو مناطق أثرية مشيخاية وهل هذا مشلمانة. Archaeological places like مواقع Babylon. أثرية مخ بابل. And then I came in 2014 for the consecration, for the consecration of Margi Wargis of the Church of the East, to show my solidarity to the Church of the East. وتيتا بشيت ترالبو 15 بدانت سيمتت قديشوتة باتريركا مارجي ورقس تليثايا قد مغزياوا تضامن ديا من اتأتن. Now it's to present the book. وهدية تيتا قد مغزيالا أو وقتاوا قد يوالا أو وقتاوا. And so I was also so happy to visit some of the villages of the Ashuri Church north of Erbil and north of Duhok because it was so interesting for me to see the geography of the history which I was speaking about in my book. مارة لا رابغ ديتا وتخضر خكمة شوبانة أن قاية شوبانة مشيخاية تيقة جو أربل وهالهذا جو دوهوك وهل بدغزيلة خكمة من دنا شوبانة تلا متخرتة باسو جو كتاو فرابي وغديتا بالدوام من دي. أخنا مقروخ قالوا قبل طيبوثة يعني شاكرتا ترجعي. So he is thankful twice for you. خاءت ويلا أرختا قدوة خرصة قم يوالا أو إقارة. Once because you are a guest in this program. أخيتها قدوة كتشخا قدية يصيبوثا قدوة اهتمام ديو بعتاثة مدن خو أن سيماثة مؤلفات
تيلا من فقتها And the second one is for the book that you already wrote or you published because it is very important to our church. يا واخنا الاخ ثيريث العراقية السورية اتلن إقارة دويلا براسا قدن مشاريات محطات اتئي ولا خواد وقواثرة. And as the Iraqi Syria channel, they are thankful that they could be with you in some of the events that you had already here in Iraq. خير طارب هاولن أمينو ثمغ ذات بناتي. And hopefully in the future you will communicate with each other and we will have more kind of interviews. Thank you With so pleasure, much. with pleasure. Thank you Thank you so for much. the invitation. Thank you. بسم ترابا باتني بسيمة. قرقزيوة قشيشة إيشداوت ويلخ عمان ويرخ قديا ويوان السيونة دقاي قميثة وبخيلة آلان ويلن السيونة أثيانة ما سقانا خيثرانا من دان السيونة باتوهد بسم ترابا. بسيمة رابا رابي. خزيانا ميقرا بختونا ويتون بسيمة ويلا خون عمان لغزايثة آه السوادة دي لنايا هل خلقيات آثي قبل الخبان إقارا بوشون بشلاما.